السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. احنا مازال في حلويات العيد، كتقلبوا على شي حلوه اللي تكون سهله وبسيطه واقتصاديه وكتخرج كميه كثيره. انا جبتها لكم عجينه وحده غتخرجوا منها جوج شكيلات راقيين في المنظر وكذلك في المذاق، هشاش كيدوبوا في اليد قبل من الفم، ومذاقات مختلفه، مذاقين مختلفين. مستحيل تقولوا انكم خرجتوهم عجينه وحده وفي نفس الوقت بسيطة واقتصادية وسهلة، لا في الخدمة لا في المقادير. ندوز معكم مباشرة لطريقة التحضير والمقادير. غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبدة، قياس ديال 3 معالق كبار زبدة حيوانية ماشي زبدة ديال البواطة، وغادي نضيفو عليهم كاس عامر ديال السكر كلاصي يكون مغربل مزيان، سكر كلاصي اللي يكون سبيسيال، وقبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. نحاولوا نخلطوا هاد المكونات مزيان، الزبده مع السكر وديك قبيصه ديال الملحه حتى تولي عندنا على شكل كريمي. هاد الزبده ندوبوها مزيان بين يدينا. تقدروا هنا تستعملوا الخلاط الكهربائي او الطراب باش دغيا تذوب معاكم، دغيا تعجن ليكم. صافي هنايا من بعد ما ولات لي على هاد الشكل بحال هكايا، غنضيفوا عليها واحد البيضه. وهاد المكونات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، لا الزبده لا بيض، والمكونات كاملين يكونوا بدرجه حراره المطبخ. وصافي نحاولوا نخلطوا هاد البيضه مع هاد الزبده تاهي مزيان. وهنايا غنضيفوا كاس عامر مزيان ديال الزيت نباتيه، ونحاولوا تاني نخلطوا مزيان المكونات، نمزجوهم مع بعضياتنا. وكما قلت لكم باش تسهلوا عليكم تقدروا تستعملوا هنايا الباتور. صافي انا درتها غير بيدي وحاولت كنمعس مزيان داك حبيبات ديال الزبده كما كتشوفوا كندوبها مزيان باش ما تبقاش ليا هكاك حبيبات. هنايا خديت واحد الفلون ديال الكراميل كما كتشوفوا، هذا درتو تاوي كيعطي واحد النكهه زوينه لهاد العجينه وكيعطيها طراوه في نفس الوقت، وفي نفس الوقت كيعطيها داك البنه ديالها. اي كتبدا طيب الحلوه ديالكم كتشموا فيها داك الريحه الزوينه في الدار، كتكون في واحد الحلوه، الريحه ديال الحلوه في الدار زوينه بزاف. وهنايا غادي نضيف نص كاس ديال البودره ديال الكريم باتيسير اللي تقدروا تعوضوها بالمايزينا، حتى هي كتعطيكم عجينه خفيفه وهشيشه، غير كتقيسوها كتبقى تذوب ليكم، كتبقى تفرت ليكم في اليد، خصوصا فاش تكون باقا عجينه سخونه حتى كتبرد عاد كتبدا تشد شويه راسها. وهنايا عندي بالضبط 400 غرام ديال الدقيق اللي حمرته واحد شويه كما شفتوا، راه ما محمرش بزاف بحال الشكل ديال سلو، حمرته غير واحد شويه. بالضبط 400 غرام اللي خدات لي هاد العجينه، وضفت معها واحد الخماره من فئه ديال 8 غرام. وصافي حاولت نخلط المكونات كاملين نجمعهم حتى نتحصلوا على واحد العجين اللي هي لينه كما غادي تشوفوا معايا دابا في الفيديو. هاد العجينه تصلح لكم اي نوع ديال الحلوى، اي شكل زعما بغيتو تشكلوا فيها، اي شكل تقدروا تشكلوا بها، كتجي زوينه وكتبقى كتفرت، تعرفتوا داك كتجي هشيشه بزاف. المهم صافيه هنايا من بعد ما عجنتها خلطتها كامل المكونات كما كتشوفوا هنايا جمعتها على هذا الشكل. ودابا غادي نحاول نقسمها على جوج شكيلات. هانتوما هنايا كما كتشوفوا راه كتبقى لاينه بحال على هذا الشكل، كتبقى رطبه ما تقصحوهاش بزاف. صافي هنايا غادي نحاول نقسمها على جوج شكيلات، تقدروا تقسموها حتى على 3 شكيلات الا بغيتوا ديروا زعما غير شويه شويه من الحاجه، تقدروا تشكلوا منها حتى 3 شكيلات، تقدروا تشكلوها من هذا العجين. انا قسمتها غير على جوج. الشكل الاول حطيته جانبا، النص الثاني هو هذا. غادي نضيف عليه واحد كاس ديال الكاوكاو اللي يكون مطحون مزيان كما شفتوا، باش ما نزيدوش مازال الزيت ولا شي حاجه، طحنوه مزيان باش ما تضيفوا حتى شي اضافه مازال سائله لهذا العجين. مازال الا جاكم واخا ضفتوا هاد الكاوكاو ولا جاتكم شويه العجينه قاصحه، ضيفوا شويه ديال البيض صافي، ولا شي معلقه ديال الكونفيتير، هادشي باش تقدروا تزيدوا، باش ما تزيدوش الزيت ولا الزبده باش ما تجيكمش ميدمه بزاف. صافي هنايا من بعد ما طفت داك الكاوكاو كما شفتوا طحنته مزيان حتى خرج داك الزيت ديالو، ما اضطريت انني نزيد مازال شي حاجه سائله باش نلين العجينه، اصلا راه هي هذيك في القسوحيه ديالها ما قاصحاش بزاف. وهنايا الشكل الثاني غادي نضيف ليه ثاني كاس ديال كاوكاو ديال جنجلان، عفوا جنجلان محمر ومطحون حتى هو مزيان كما درت الكاوكاو، وخلطوا حتى هو مزيان على هذا الشكل هكايا. وحاولوا تدخلوه مزيان في العجينه ديالكم باش يجي كامل مخلط، وفي نفس الوقت غيعطيكم داك الطراوه ديالو العجينه، تجي عندكم عجينه طريه ما تقصحش معاكم. وشديت الشكل الاول على هذا الشكل، كورته كويرات صغيورين على هذا الشكل كما كتشوفوا.
ديروا القياس اللي بغيتو. الا بغيتو الحليوات ديالكم لي بسكوي ديالكم يجيوكم غلاض ديروهم شويه كبار، الا بغيتو يجيوكم رقاق ديروهم صغيورين. وديروا بحساب ان العجينه راه فيها الخميره، راه غيزيدوا يتنفخوا شويه في الفران، ماشي القياس اللي غادي ديروا غيبقى هو. ديروا بحساب انه غتزيد الحلوه ديالكم غتنفخ شويه في الفران حيت راه فيها الخميره. صافي هنايا مشيت معاه على هاد الشكل، بحال هكا شكل تكويرات متوسطين الحجم على هاد الشكل. تساليت العجينه كامله. وهنايا خديت هاد المرشم، هذا راه معروف كيتباع عند لوازم الحلويات، غادي تلقاو راه 3 دراهم كيدير. صافي كناخذ كره ديال العجينه كنديرها في هاد الجهه ديال، حيت فيها جوج جهات، الجهه الاخرى ديال الصابلي اللي كيكون متقوب باش تقدروا تحطوا فوق منها طبقه ثانيه. انا هذا بغيت ندير غير طبقه واحده، درتو في هاد الجهه هكايا. صافي كتوركوا على العجينه ديالكم مزيان حتى تشوفوها راه شدات الشكل ديالها. عاد كتوركوا على الطابع ديالكم باش كتخرج لكم العجينه، وتمشيو معاها غير مع الجناب غير بشويه، حيت العجينه راها فتيد غير كتفرتت. تمشيو معاها غير مع الجناب بحال هكا وتحيدوها غير بشويه بشويه. وما تحتاجوش دهنوا الطابع لا بالزيت لا بالدقيق لا حتى حاجه، حيت العجينه عندنا راها مزيته فيها الزبده وفيها الزيت. صافي من بعد ما قديتها على هاد الشكل حطيتها، وغنبدا في الكره الثانيه وغنمشي مع الكرات ديالنا كاملين تنساليوهم كاملين. وإلا عندكم شي طابع اخر تقدروا تخدموا به، كيبقى المهم داكشي على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الطوابع اللي متوفرين عندكم. وتقدروا واخا عرفتوا الا درتوها غير على شكل كرات بحال الشكل ديال الغريبه وحطيتوها طيب، من بعد تزوقوها بشويه ديال الشكلاط ولا شي حاجه، كتجي زوينه هاد الحلوه. هاد العجينه كيما شكلتيها المهم المذاق هو الاهم، كتجي بنينه وكتجي هشيشه، غير كتشديها في يدك كتبدا تفرتت. صافي وكما قلت لكم انا غنمشي مع هاد الكرات على هاد الشكل هكا تساليتهم كاملين وغادي نرجع معاكم. ومن بعد ما ساليتهم تحصلت على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا، منظر فيه زوين بزاف. هانتوما السمك ديالهم قداش درتهم ومازال غيزيدوا يتنفخوا واحد شويه في الفران، ما غيبقاوش بحال هكايا. وتقدروا ترقوهم اكثر من هكايا، غير هو زعما هاد الحجم اللي درت انا جاني مناسب. وصافي دخلتهم الفران اللي درتو على درجه سخنتو بعدا من قبل، خليته سخن مزيان. ومن بعد نقصت ليه الحراره على 180 درجه، حيت الطحين راه ديجا محمر وكاوكاو وجنجلان راه ديجا محمرين كذلك كما قلت لكم. ديروا درجه 180 درجه، شعلوا ليها غير من التحت تبان لكم بدات كتحمر شويه من الفوق، من التحت شعلوا ليها تاني من الفوق تحمر شويه من الفوق. صافي وهي الحلوه ديالكم واجده، وما تغفلوش عليها كما قلت لكم حيت الدقيق عندنا محمر والكاوكاو والجنجلان راه محمرين. وصافي دزت للشكل الثاني اللي هو هذا، سرحته على هذا الشكل كما كتشوفوا وقطعته على شكل هلاليه. خديت هذه القطعه هذه الدائريه، تقدروا تقطعوها غير بالكاس لما كانتش متوفره عندكم هذه القطعه، ولا اي حاجه اي شكل دائري عندكم ولا هلالي تقدروا تقطعوا به. وكذلك تقدروا ديروا اي شكل بغيتوا. المهم انا شاركت معكم هاد التشكيلات اللي خرجت، وانتم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم والطوابع اللي عندكم. صافي ومشيت معاه على هاد الشكل كامله، قطعتها على شكل هلاليات. والسمك ديالها تقدروا ديروها غليظه تقدروا ديروها رقيقه كذلك، كما بغيتوا تقدروا ديروها راه تقدروا ديروها. انا درت هاد السمك هكايا متوسط حيت مازال غتزيد تنفخ ليا شويه في الفران، فاش نديرها في الفران غتزيد تنفخ واحد شويه. صافي من بعد ما ساليت التشكال ديالها على هاد الشكل كامل بحال هكايا، اللاطه الاولى اللي درت في الفران ديال الشكل الاولى هي راها طايبه، خدات هاد اللون كما كتشوفوا. ما تخليوهاش تحمر بزاف حيت اصلا هي اصلا اللون ديالها شويه راه قهوي بداك الكراميل ودقيق محمر. وخليوها تزيد غير شويه غير لما تشد راسها في الطياب وصافي وخرجوها. وخديت نفس اللاطه حيت من هذيك الحلوه الاولى خليت فيها نفس ورق الزبده اللي كان فيه، وحطيت فيه هاد الحلوه الثانيه وتا هي بنفس الطريقه غادي نطيبها. نخليو درجه الحراره غير من التحت ونديرو 180 درجه، تبدا تشد لينا راسها من التحت تبان لينا بدات كتبان فيها شويه تحمر من التحت. صافي كنطفيو ونشعلوا ليها شويه غير من الفوق، تبدا تحمر شويه من الفوق. صافي كنحيدوها، ما كتشدش الوقت بزاف في الطياب دغيا كتوجد. وهي هنايا من بعد ما حيدتها حتى هي من الفران على هذا الشكل بحال هكايا. دابا غيبقى لينا ندوزو غير المرحله ديال التزيين. كما قلت لكم راها هشيشه هذه، بغيت غير نشوفها من الفران واش طابت ليا من التحت. انا غير هزيتها هي تفرتت ليا في يدي حيت كانت باقا سخونه، وانا بغيت نهزها نشوفها واش من التحت محمره. مع الهزه شديتها وهي تفرتت، كتكون عجينتها كتكون هشيشه بزاف. صافي هانتوما القياس ديال التحمار اللي حمرتهم غير على هذا الشكل، واخا يبانوا لكم شويه كقهويين غير حيتاش العجينه ديالنا راه اصلا اللون ديالها قهوي. وخديت الشكل الاول زينته على هذا الشكل، درت فيه غير شوكولاط كحل في الوسط على هذا الشكل بحال هكا يذوب شوكولاط اسود.
تقدروا ديروا الشوكولاط ابيض ولا الكونفيتور ولا المهم كيبقى التزيين اختياري. كذلك الكراميل تقدروا تزينوا به حتى هو كيعطيها منظر زوين. المهم انا كان عندي الشوكولاط كحل به باش زينتهم على هذا الشكل كاملين، وزدت معاهم دوك حبيبات ديال داك الفانيل اللي كيتباع عند مالين الحلويات ديال التزيين، غادي تلقاو عندهم. زينتو بحال هكا من الفوق. تقدروا ديروا قنقيطه ديال الشوكولاط ابيض ولا تقدروا ديروا حبه ديال الكاوكاو ولا بحال هكايا، ولا تخليوهم غير بالشكلاط بحال هكاك. المهم التزيين كيبقى اختياري. انا اعتمدت هاد التزيين هذا كيجي على هذا الشكل. وها نتوما الشكل النهائي ديالها كيفاش المنظر فيها، كيجي المنظر ديالها رائع. وكذلك حتى المذاق وفي الهشاشه ديالها ما ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تحكموا عليها. انا غادي نقسمها معكم وغتشوفوها كيفاش كتقسم بالزربه دغيا كتقطع ودغيا كتفرتت. والشكل الثاني زينته بهذا الشكل ثاني. خديت واحد شويه ديال الكونفيتير ديال المشماش، وعندي شويه ديال كاوكاو ايفيلي حمرته غير واحد شويه، ما تخليوش تيتحمر بزاف يجي قوي يكون فيه المنظر ما زوينش. غير المهم غير تحمر، تكون فيه داك البن، تكون فيه البنه ديال التحمر ما يبقاش خضر صافي. وكتخدموا به. حمرته واحد شويه وكندهن كل حبه هكا بشويه ديال الكونفيتير، كنغمسها في داك الكاوكاو ايفيلي وكنحطها جانبا. وهو المنظر ديالها كيجي على هذا الشكل حتى هي، كيجي فيها منظر زوين. وحتى المذاق كيعطيها مذاق زوين. هي اصلا هي مخدومه بالزنجلان وكتزينوها بداك الكاوكاو، كيتواتاو مزيان بزاف. المذاقات ديال الجنجلان والكاوكاو كيعطيو واحد المذاق اللي هو زوين، وكذلك داك الحلاوه ديال الكونفيتير كتعطيها واحد البنه. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الشكل الثاني على هذا الشكل. حتى هي كتجي بنينه والمنظر كيجي منظر نتوما كتشوفوا المنظر ديالها. وكذلك في الهشاشه ديالها كتجي هشيشه وكتجي فتيه بحال الاخرى. ونتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. وهذه هي الحلوه اللي حضرت معكم اليوم، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. والى عجباتكم ما تنساونيش من لي لايكات ومن التعاليق ومن البارطاج. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. بسلامه عليكم، تلاقاو مع فيديو جديده ووصفه جديده.